السلام عليكم. طبعا الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دوت هو انا كنت نزلت كذا فيديو ليه الاسترو وما اتكلمتش ايه تفاصيل الاسترو وايه الخامات المطلوبه ليه. مبدئيا كده في ناس بتعمل استرو بتديله صبغه لون. وبعد كده بتديله تبدا تمسح بالاستوبين جمالكه بتجيب جمالكه وسبيرتو تنقعهم يوم كامل لحد ما يدوبوا مع بعض، وتبدا انت تحط منه شويه على قطنه كده وتبدأ تمسح في الباب، يبدأ الباب يلمع معاك. في طريقة تانية برش الكمبروسر، بس ما بترشش الجملكة، انت بترش ورنيش وبتلمعه ورنيش، بتصنفر باب كويس، وبعد كده بتديله الصبغة بتاعته، شوية صبغة على حسب، كل ما تحط صبغة يغمق اكتر، تحط صبغة في المية يلون معاك، تبدأ تصبغ الباب بحتة قماشة او بفرشة وتمسحها. بعد ما تمسح انت الباب من الصبغه وتبقى هي دي الدرجه اللي انت عاوزها، طبعا بتروح عند المقاوم بتختار الدرجه اللي انت عايزها، احمر وفي اصفر واخضر وبني شوكولاته وبني حمر والوانات كتير جدا. بتحط الصبغه دي في ميه تصبغ بيها، خلاص بقى هو اللون ده تمام كده لحد تسيبه ينشف. بعد كده بتديله وش سيلر او بترشه بالكمبروسر وش سيلر، بيكون مخفوف بتنر، بتخف السيلر بتنر، تحله بتنر وتقلبه كويس جدا. بعد ما بتخلصه بالتنر وبتدهنه، تديله وش او رش او ترشه، بتسيبه ينشف خالص وتقوم مصنفر وتدهن سيلر تاني، تصنفر وتدهن سيلر، تصنفر وتفضل تصنفر وتدهن سيلر كتير. لو عايز تغمقه سنة بتلون السيلر وبترشه او بتدهنه، بيكون لازم يكون خفيف خالص، شربات خالص، بيكون خفيف خالص، يعني بتحط عليه تنر. السيلر بتتحط عليه تنر عشان يتخف، الجملكة بتحط عليها سيبرتو عشان تخفه وتحله. الورنيش بيتحط عليها تنر يا اما نفض نضيف، نفض رومي. بعد ما تخلصوا السيلر خالص بتقوم ملقطه تلقيطه كويسه. التلقيط بتجيب يا اما شويه سليداج وغيره حمص او غيره ابيض، او بتستسهل على نفسك بدل الشغله دي كلها بتجيب كيلو معجون بلاستيك ابيض، يكون بلاستيك مش شديد، تبدا تلقط بيه تلون المعجونه من نفس الصبغه اللي انت لونت بيها السيلر والباب، تلون نفس قريبه تقرب نفس الدرجه، وتبدا تلقط الحاجات العاليه والحاجات الواطيه والكلام ده كله. وبعد كده تصنفر كويس جدا وتقوم مدي سيلر تاني وتصنفر، ادي سيلر على قد ما تقدر. بعد كده خلاص الباب بقى هتلاقيه معاك بيلمع شويه، يا اما تسيبه على كده يا اما ان انت هتديله ورنيش تلمعه، يعني يا اما تسيبه اللمعه بتاعته نفس لمعه السيلر، يا اما بتقوم جايب كيلو ورنيش ستاندر او اي ورنيش بقى مطفي او ورنيش لامع او ورنيش نص لامع، وبتدهنه وش ورنيش وتديله وش كمان. الباب اللي انت هتشوفه ده هو اصلا الباب ده كان غامق، وزي ما انا قلت انت بتجيب بتصنفر، وبعد كده بعد ما بتصنفر بتصبغ الباب بدرجة اللون اللي انت عايزها. بعد ما بتصبغ الباب بدرجة اللون اللي انت عايزها بتديله وش سيلر، بعد كده بتلقطه، ولو عايز تغمقه بتلون شوية السيلر وبتدهن، وبعد كده بتظبط الترقيط فيه كويس جدا وتفضل تدهن فيه سيلر لحد ما تحس الباب معاك بيديك ضية لمعة كده زي ما انتم هتشوفوا الباب ده دلوقتي. بعد كده لو عايز تسيبه على اللمعة دي مفيش مشكلة. لو عاوز ان انت تلمعه ورنيش بتجيب ورنيش لامع تمام وبتضيف عليه تنر او سيبرتو، بس الافضل يكون نفض يعني اسف مش سيبرتو، بتخف بتنر يا اما بنفض. فشوفوا كده الفيديو ده معايا، ولو عايز اي تفاصيل الرقم بتاعي تحت، اي حد عاوز اي استفسار انا رقمي تحت هنا تحت الفيديو، اي حد عاوز استفسار في اي حاجه اقول له بالتفصيل يعمل ايه يكلمني على الرقم دوت او على صفحه الفيسبوك او يكلمنا على الواتس وانا هقدر ان انا افيده، والرقم بتاعنا تحت. واتمنى بس انت تعمل لايك واشتراك في القناه. لايك مش هيحصل اي حاجه لو عملت لي لايك، لو الفيديو عجبك تكتب لي تعليق. شاهد الفيديو.